تقع صحراء باحمو بين ولايتي المنيعة وتيميم، تبعد نحو 200 كيلومتر عن أقرب مجمع سكني أم قيدن. ما يميزها عن غيرها أنها طبيعة عذراء قل من يصل إليها، تتميز بتربتها النقية وكثبانها الشاهقة وطبيعتها الخلابة التي تشد الانتباه وتمتع الناظرين، حيث أنها دواء رباني لمن يريد الهروب من زخم المدينة والعمران. فيها راحة للبال واسترخاء للجسد وتفريغ الطاقة السلبية والروتين. هي مكان مناسب لهواة الفوتوغراف خاصة في الأيام الغائمة، حيث يكون هنالك توازن في الضوء مما يعطي جمالية للصورة، خاصة في الأوقات الحرجة وقت الشروق والغروب، حيث تندمج أشعة الشمس مع لون السماء فتعطينا لوحة فنية من صنع الله. هنا ستسبح الله وتتأمل في عظمته وقدرته وبديع صنعه. مناخها بارد في الشتاء ومعتدل في الصيف، وذلك لغزارة الأمطار فيها، مما يعطيها تنوعا طبيعيا بحيث أنها بيئة مناسبة للحيوانات والنباتات الصحراوية. ستلاحظ تنوع غطائها النباتي من أشجار وشجيرات وأعشاب، حيث تشكل النباتات المثبتة للرمال نسبة كبيرة، مثل شجرة الصد التي لها دور كبير في إيقاف حركة الرمال، وذلك نظرا لجذورها القوية والطويلة. لذلك يمنع قطعها وحصادها، لأن ذلك سيؤدي إلى خلل طبيعي في زحف الرمال. وبالرغم من القوانين الرادعة إلا نجد كثيرا من التجاوزات في القطع العشوائي للأشجار وفي كل وقت، مما يهدد السلسلة الغذائية، فتتضرر الحيوانات والطيور والزواحف بحيث أنها لا تجد ما تأكل وما تروي به عطشها، خاصة أنها تعتمد على الألياف الخضراء في تعويض شرب الماء. وهذا ما أدى إلى انقراض بعض الحيوانات مثل الغزال والأرنب البري. كما ستلاحظ تنوعا في بنية الكثبان الرملية، وذلك يعود لقوة وسرعة الرياح التي تلعب دورا كبيرا في تشكيلها، حيث توجد في الأغلب 4 تشكيلات للكثبان الرملية. ستجد الشكل الهلالي في أطرافها، وهي تشكل الكثبان الرملية على شكل هلال، وستجد الشكل الطولي في المناطق المستوية، والشكل النجمي والهرمي النادر في وسطها. وكل هذه الأشكال تحدد اتجاه وسرعة الرياح. كما أنك ستجد كثير من أشجار الأكاسيا التي تجمع الإبل والجمال حولها، وكثير من الأشجار والشجيرات والأعشاب التي لا يعلمها إلا أهل الصحراء والبادية، ومنها ما هو نادر ولن تجده في أماكن أخرى، بالإضافة إلى النباتات باختلاف أنواعها وأشكالها، فمنها الطبية ومنها العطرية ومنها السامة. لذلك يجب توخي الحذر من استهلاك أي نبتة بدون تحري عن فوائدها وأضرارها. فسبحان من خلقها وجعل فيها الداء والدواء. فالحمد لله الذي وهب لنا وطنا فيه من كل بستان زهرة ومن كل بحر قطرة. فكل ما يخطر في بالك ستجده في بلادنا الحبيبة. فهيا بنا لنسافر ونكتشف المجهول.